فيديو النهارده هنتعلم ازاي ان احنا نعمل كابشن تلقائي او كتابة تلقائية في الادوبي بريمير برو وبطريقة مجانية تماما وبأبسط طريقة ممكنة. طيب يعني ايه كابشن تلقائي او اوتو كابشن؟ كابشن تلقائي او اوتو كابشن يعني اي كلام بيتقال في الفيديو يتكتب تحت بشكل كويس، مش لازم تروح لكل كلمة بيقولها المتحدث وتكتبها بنفسك زي ما عملنا الفيديو اللي فات. لا، النهارده نتعلم ازاي ان احنا نعمل اوتو كابشن او الكابشن التلقائي. اول حاجه ان انت هتاخد الفيديو بتاعك وهتعمل له اكسبورت. هتعمل له اكسبورت ازاي؟ عن طريق ان انت بتدوس من الكيبورد على حرف الاكس وتضم الحته اللي انت هتعمل لها اكسبورت، يعني تختار الحته اللي انت هتعمل لها اكسبورت. لو في اكتر من صوت ممكن تعمل الصوت بتاعك بس تعلم على حرف الاس كده، يبقى لما تعمل اكسبورت الاس ده هيطلع الصوت ده بس، الفيديو يطلع بالصوت ده بس. يعني لو انت ضايف هنا ميوزك وساوند افكت وساوند ديزاين وعامل كل الحاجات بتاعتك، تعلم بس على حرف الاس اللي هنا كده، تراك الصوت ده بس اللي هيطلع معاك اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده. وبعدين نروح على كلمة فايل وتروح على كلمة اكسبورت وميديا وتختار من هنا ماتش سورس ادابتيف اي بت ريت، وتختار من هنا ممكن تعمل اكسبورت كده عادي، بس انا بفضل ان انا اعمل اكسبورت للصوت كصوت بس. فاروح على ام بي 3 واعمل اكسبورت. لو انت عايز تصدر فيديو بتسيبها زي ما هي كده، تمام، ومفيش مشكلة اصدره معاكم فيديو، يعني مش هيحصل حاجة. واروح مطلع الفيديو بتاعي، احدد المكان اللي انا عايز احفظه فيه، ولنفترض مثلا انا عايز احفظه هنا، ادوس سيف وادوس اكسبورت. وهو بيعمل اكسبورت نروح نفتح برنامج كاب كات اللي على البي سي. طيب انت لو مش بتعرف ازاي تحمل برنامج كاب كات اللي البي سي، هسيب لك لينك ان شاء الله في اول تعليق وفي الوصف ازاي ان انت تحمل برنامج كاب كات على البي سي بابسط طريقه ممكنه. اول حاجه هتفتح البرنامج هتظهر لك الواجهه دي، هتدوس كرييت بروجكت، وبعدين هتدوس امبورت وتروح للفيديو بتاعنا. احنا ضفناه فين؟ احنا ضفناه هنا. لو هو ازاي تبدأ مونتاج، هندوس امبورت ونضيف الفيديو بتاعنا، وبعدين نسحب الفيديو بتاعنا هنا كده للتايم لاين، وتروح للكابشن تكست وتروح للاوتو كابشن وتدوس جنريت. هيبدأ ان هو يعمل جنريشن للكابشن بتاعك. هتلاقي كلام كده يعني تحس ان في كلام كله راكب على بعضه. انت تبدأ تظبطها بقى، تروح لقائمة الكابشنز اللي موجودة هنا وتبدأ مثلا لو سألتني هتروح جاي بعدها كده ودايس انتر. تاني ابدا مونتاج ازاي اخليها كلمه ابدا مونتاج ازاي دي كلها على بعض وادوس انتر، تمام. فانا اقول لك احفظ الفيديو ده، فانا اقول لك لوحديها وبعدين اقول احفظ الفيديو ده. بس يعني انا مش هكمل معاكم باقي الفيديو، بحس ان احنا نختصر على بعض الوقت وكده. بعدين نروح لجوه الكروم عادي وتفتح الويب سايت ده اللي ان شاء الله هسيبه لك تحت في الكومنتات، وتروح لقائمة تشوز فايل، هتروح لكاب كات تاني وتروح لديتيلز. لو دوست هنا في الفراغ كده هتظهر لك الواجهة دي، هتروح لديتيلز وهتلاقي الباث بتاعك بتاع البروجكت ده موجود هنا. انا البروجكت بتاعي محفوظ في المكان ده، فاروح لجوه الكروم واحدد من هنا تشوز فايل، واروح للمكان اللي انا شفته في كاب كات، اروح للمكان ده كده. انا وصلت للمكان بتاعي، مكان البروجكت بتاعي، تمام. لو رحنا لكاب كات الاقي 0721. لو رجعت تاني الويب سايت الاقي انا كده وصلت للمكان الصح بتاعي. اوكي، تلاقي ملف بنفس الصيغه دي بالظبط او بنفس الاسم ده بالظبط، هتحدده، هتدوس اوبن، هيبدا يظهر معاك بالشكل ده. بعدين هتدوس جنريت، هيبدا ان هو يحول لك الملف بتاعك اللي انت رفعته لملف SRT. ازاي SRT او بمعنى صح ايه فايدته؟ هنفهم دلوقتي. هتدوس سيف تو لوكال، هيبدا ان هو يعمل له داونلود زي ما انت شايف. هتروح للبريمير بتاعك وتقف على اول تايم لاين كده، وتروح دايس 2 كليك شمال هنا، وتروح تختار الملف اللي انت حملته ده اللي هو SRT. هتدوس امبورت وتروح سحبه كده وضيفه هنا، هتدوس اوكي. هيبدا ان هو يضيف الكابشن بتاعك كله زي ما انت شايف. بس زي ما انت شايف يعني تحس ان هو تقليدي خالص ووحش خالص زي ما انت شايف كده. فعلى طول بتحددهم كلهم وتروح لقائمة بروبرتس وتختار من هنا الفونت بتاعك المناسب. انا مثلا يعني اختار الفونت ده، خلينا نحدده اهو، واروح مكبر السايز كده، واروح جاي من على البوزيشن هنا ومعليه كده شويه. لو عايز اظبط مثلا في اللون بتاعه مفيش مشكله. لو عايز مثلا اظبط في الستروك بتاعه عادي، مثلا احمر وازود الستروك مفيش مشكله. بس انا مش عايز اضيف ستروك بصراحه. لو عايز اضيف باك جراوند ممكن اضيف باك جراوند مثلا حمرا واعلي مثلا الشفافيه بتاعتها واظبطه
اوكي، بس انا مش عايز باك جراوند. الشادو نفس الكلام، ممكن اعلم على الشادو شويه كده، وازود من هنا شويه، وازود الفيزر شويه كده، بحيث ان هو يكون في ايه، كأن سواد ورا الكلمه كده، او زي ما انت شايف. تكست، الفونت، الشكل، اللون، الستروك، الشادو، كل حاجه بتقدر تتحكم فيها من هنا. تمام. لو جيت هنا وزومت في الكيبورد، هتبدأ ان انت مثلا تحدد الكابشن بتاعك كله. تمام. وتدوس جرافيك اند تايتل، ممكن تسيبه كده عادي، وممكن تنزله تحت في التايم لاين، وبعد ما تخلص تدوس ابجريد كابشن تو جرافيك، هيبدأ ان هو ينزل معاك تحت. لو جينا سمعنا كده في فيديو، لو سألتني ابدأ مونتاج ازاي، فانا اقول لك احفظ الفيديو ده، لاني اقول لك على الطريقة الكاملة او الخطة الكاملة اللي انت تتعلم بيها المونتاج. لو سألتني لو في مثلا كلام طلع قبل ما انت بتقول حاجة، بتبدأ ان انت تظبطه منها عن طريق ان انت بتقف على اول غير كده، ومثلا تخليها ناجية. تاني ابدأ مونتاج ازاي، بتبدأ بقى ان انت تظبط الكلام بتاعك. اهم حاجة ان الكلام بتاعك كله مكتوب زي ما انت شايف، وقدرت ان انت تعدل الشكل بتاعه واللون بتاعه. اوكي.